كل العالم باركت للهلال وبنفس الوقت طقطقت على نادي النصر. أنا بيناتهم أنا شخص عندي محتوى كروي ساخر، بحكي كرويا قبل المباريات بعد المباريات، بس كلمة حق تقال بأنه نادي النصر ظلم واحد من أكبر الظلم التحكيمي يلي ممكن تشاهده بتاريخ كرة القدم. شوفوا معي اللقطة الأولى بين سافيتش وتاليسكا. هون بنشوف تاليسكا عم ينزل بكل قوة وعم بمد اجره كلها خلال تحرك سافيتش. يعني مش كان مد اجره من بعد تحرك سافيتش، لا، سافيتش كان عم بيتحرك مد اجره لعنده لحتى هو يعرض حل الخطر. اجره كانت من بين اجرين الاثنين، وهيدا الاعاده البطيئه بتبين انه ما كان ابدا قاصد سافيتش يدعس على اجره تاليسكا، فبالتالي ما في كرت احمر ابدا. اما بالنسبه للقطه الثانيه فمدافع النصر لابورت عم بعركل لاعب الهلال مشايل داخل ضربه جزاء. شوفوا قدامكم من دون كره